عنا عادة إنه لازم كل ما نفتح البراد نلاقي مردبان كبيس، لأنه بتستحلوه بأي وقت ومع أي أكلة. شو رأيكم نحضر أطيب كبيس ورح يطلع معكم بيقرش وطعمته كتير طيبة ورح يضاين وقت طويل. أهم شيء إنه تعقموا المردبين مزبوط، مي سخنة من الفلتر ودغري رح ينشفوا معكم، وبتنقوا الخيار فريش قد ما فيكم وبتشيلوا كعبه وراسه من الجهتين. هيدي العملية بتساعد الخيار إنه ما يطرى هو وعم يتخلل. ومنصف الخيار بقلب المردبين، وأكيد بتحطوا حر أحمر بين الخيار وتوم إذا بتحبوا، هيدا الحر أنا منشفيته، وطبعا الكمية قد ما بتكون. وبمقلاية صغيرة حطيت ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة وملعقة كبيرة من الكمون، كمان حبوب الكمون، وقليتهم شوي، وبكل مردبان حطيت شوي. هيدي الخطوة اختيارية بس بتعطي طعمة بنظري كتير طيبة. وبكل مردبان حطيت ربعه كمية الخل، لازم كمية الخل تكون ربع المردبان أي حجم مردبان انتو عم تستعملوه، وفيكن أو خل أبيض أو خل عنب أو خل تفاح. ملعقة من الملح الخشن بكل مردبان، وفي مردبانين حطيت بقلبهم شوي سكر لشوف طعمه إذا رح تختلف أو رح يكونوا أطيب. وسخنت مي من الفلتر وحطيتهم مي سخنة، وعلمت اللي حطيت بقلبهم سكر بشقفة حامضة كرمال ما لخبط بيناتهم. وهون بعد أسبوع من الوقت شوفوا ميتهم قديه صافية، لونهم قديه حلو، وقرشتهم بتعقد كانت وكتير طيبين. وحبيت اللي بملح بس أكتر من اللي زدتلن سكر، سو مرت الجاي أعتمد بس إنه حط ملح. جربوا هيدي الطريقة وأنا أكيدة إنه رح تعجبكم ورح تحبوها كتير.